ها هي الحرب السورية تدخل عامها السابع، عائدة بالزمن إلى شهر آذار من عام 2011 عندما تحولت المطالبات السلمية في تلك البلاد وخلال فترة قليلة إلى حرب دامية أغرقت الأرض بأعداد هائلة من القتلى والجرحى. حدث كل ذلك ويحدث فيما قيادات العالم الكبرى صمت أذنيها وغضت بصرها عن حمام الدم الجاري، فسعت إلى عقد لقاءات ومؤتمرات وخطابات لن تحيي من قتل ولم تعد ملايين السوريين إلى أرضهم. وبعد توقف مفاجئ للأمم المتحدة التي عملت على رفع تقديرات عن أعداد القتلى في البلاد، واكب المرصد السوري لحقوق الإنسان اليوميات السورية بكل تفاصيلها. وفي هذا التقرير سنوثق محصلة الصراع الدامي، مع العلم أن العدد الدقيق لقتلى النزاع غير معروف. فبحسب أحدث حصيلة أوردها المرصد قتل أكثر من 320 ألف شخص، وتوزعت الخسائر البشرية على الشكل التالي: القتلى المدنيون السوريون بلغ عددهم حوالي 96 ألف شخص، في حين بلغ عدد قتلى المقاتلين في الفصائل المعارضة وقوات سوريا الديمقراطية ومجموعات أخرى ما يقارب 52 ألف شخص، وقتل نحو 56 ألف مسلح من جبهة فتح الشام وتنظيم داعش ومقاتلين أجانب من مجموعات أخرى. أما من جانب النظام فقتل نحو 114 ألف عنصر من قوات النظام والمسلحين الموالين له، من بينهم حوالي 60 ألف جندي سوري وحوالي 1400 قتيل من عناصر حزب الله اللبناني. على الأرض وبعد 6 سنوات من القتال الضاري تبدو الخارطة الميدانية على الشكل التالي: دمشق لا تزال بيد الجيش باستثناء مناطق في ريفها جنوب البلاد وتحديدا لقنيطرة ودرعا، والسويداء أيضا تشهد الواقع الميداني نفسه، المدينة بيد النظام والريف بيد فصائل المعارضة. الساحل هو بقبضة النظام، فيما إدلب هي تحت سيطرة المعارضة عدا بلدتي الفوعة وكفرية. بدورها حلب حسمت بأغلبها لصالح النظام، فيما شمالها هو بيد القوات الكردية وفصائل أخرى. وأخيرا انتهت عملية درع الفرات بقيادة تركيا بالسيطرة على مدينة الباب. أما دير الزور فيسيطر داعش على معظمها، فيما لا تزال الرقة تقع بشكل كامل بيد داعش.